النهاردة ان شاء الله معانا شرح حلو، حاجة كده مميزة أنا حابب اقدمها للناس. مبدئيا انا فكرت ناس كتير تاخد مني شغل مدفوع، فبس بتكون جديدة مش فاهمة حاجة أو خبرتها قليلة، فبتواجهها مشاكل كتير في كل حاجة، أو مش عارف يدير السيرفر صح، كل حاجة مش عارفها. فأنا قررت أعمل زي ماذر بورد كده، أجمع فيها لوح كتير، بحيث إن الجي إم يفتح اللوحة الأم بس، يقدر يتحكم فيها بقية اللوح. تمام، من غير ما يحتاج إن هو يفتح القاعدة ويدور فيها، ولا يفتح البروجيكت، ولا يفتح الكلام ده كله. فدي البداية ان شاء الله، يعني كام لوحة دول؟ تقريبا 5 كبداية، بس لسه ان شاء الله هكمل عليهم، احتمال اوصلهم 10 او اكتر. واللوحة الام طبعا المغذية ده كله. فحبيت انزل منهم حاجة النهاردة مجاني لاخواني، وهشرح طريقة تركيب اللوحة. وطبعا كل اللوح زي بعض في التركيب بتاعها، معظمها. اللوحة اللي هنزلها النهاردة اللي هي فورمات سكيول. فورمات سكيول بتعمل لك انت مثلا بتكون فاتح سيرفر جديد وعايز تنظف القاعدة بتاعتك ومش عارف، بكل زرار من الزراير دي هتدوس عليه هينظف لك القاعده بتاعتك، ويرجعها لك جديده من كل الاكونتات. كل زرار بيمسح كلاس معين، وفي كلير اول بيمسح كل الكلاسات معينه. ده بتنفعك انت لو بتفتح لسه سيرفر جديد، او لو لسه عايز قفلت السيرفر عايز تشغله تاني، بحيث بناس اكونتات جديده وكده، فبتعمل الموضوع ده من غير ما تعمل اي مشاكل او خطا. تمام. طيب ندخل على التركيب على بركه الله على جزئين. اول حاجه التركيب هيكون داخل السورس. تمام. في معانا 3 ملفات دول، 1 2 3. تمام. يا دوب هفتح البروجكت بتاعي مثلا، طبعا انا مركبه بس عشان خاطر الوقت. هعمل فولدر جديد من هنا، هدوس له ادد نيو فولدر واسميه الاسم اللي انا عايزه. تمام. عملت الفولدر، هدوس عليه كليك يمين برضو ادد، وهنا اكسشينج ايتم. تمام. هدوس عليه وهعلم على الثلاث ايتمات وهضيفهم، هيجوا عندي بالشكل ده. تمام. هاجي افتحهم مثلا، هاجي اعمل بيلدر بروجكت، هيجيب لي ايرور. الايرور ده بيكون من اسم البروجكت. تمام. هعدي عليه ازاي؟ هدوس على الايرور مثلا هنا، هيوديني على الايرور. هغير اسم البروجكت، بدل مستر رايزو هخليه باسم البروجكت بتاعي. تمام. وبرضو نفس الموضوع في الكلاس الثاني، هغير مستر رايزو واعملها البروجكت بتاعي. تمام. واروح على بروجرام وادور على على الشفرات بتاعتي، واضيف الشفره دي برضو سايبها لكم في تكست. تمام كده. تمام. وهنسيب البروجكت بتاعنا على بركه الله. كده اول مرحله تمت. نيجي لتاني مرحله، وهي التركيب على السكيول. لو انت سيرفرك شغال وعايز تركب السي بانل دي من غير ما تضر الاكونتات اللي شغاله دلوقتي او كده لحد ما تحتاجها، هنركب ازاي؟ هتدوس على كليك يمين على التيبل مثلا بتاعت اكونت. طبعا انا سايب لك اسماء التيبولات اللي انت هتعدل عليها. هتدوس على دي انت تيبل، وتنزل تحت خالص. تمام. وهتدوس له اديت فويد. تمام. هتدوس عليها دي، هيفتح لك المكان ده. هتروح تكتب فيه مستر رايزو، انا كاتب عندي مستر رايزو زي ما مكتوبه كده. تمام. او نسخها من التكست. تمام. منها هتخليها الكلمه دي اهو بالسهم كده، تطلع فوق وتنزل تحت. هي فوق اول كلمه، بعد كده هتكتب رقم 18 وهتكتب هنا 0 وتدوس سيف. كده احنا عملنا في القاعده دي. تمام. القاعدة اللي بعدها مثلا أرينا، نفس الموضوع. شي نفس الموضوع. كليك يمين ودوس بالديجن تيبل وادد، واكتب التيبل اللي اسمها مستر رايز. تمام. طيب كده احنا خلصنا. دي طريقة. او طريقة تانية لو انت بقى لسه ما فتحتش سيرفرك، انا سايبهم لك سايبهم لك جاهزين برضو اهم. تمام. ممكن ترفعهم، يعني انت يا دوب هتاخد تاخد كوبي. تمام. او الكود بتاعها مش كده، هتاخد القاعده تسحبها وتروح ترميها في القاعده عندك هنا، وتدوس استبدال او دوس اوكي، هيعمل لها استبدال وكده تبقى جاهزه. تمام. تمام. طيب نجرب اللوحه هنا مثلا في تيبل اكونت، فيها دي اكونتين. تمام. نكتب الشفره ويلكم تو كنترول بانل فور كلير سكيول. تمام. ادي اللوحه كده قدامي. تمام. كده دي لو دوست هنا مثلا على اكونت اهو، طلعنا من التيبل خالص. كده اكونت فيها اكونتين. اكونت ار يو وونت كلير اكونت تيبل. طيب لو دوست نو، تمام، ادي التيبل زي ما هي. طيب هعيد عليه السؤال مره تاني واقول له يس. congratulations
delete account table is done. تمام، ادخل على account table فاضي. تمام. طيب لو هنجرب مثلا على clear all. تمام، ادي مثلا هنا دي account على واحد. تمام، ومثال مكان تاني تشي اعمل فيه رقم واحد مثلا. ادي كده ايه مكانين، وهدوس clear all. are you want clear all؟ yes congratulations. يبقى كده الاكونت مسح، التشي اتمسح. تمام. طبعا ايه clear all دي تشمل ايه؟ لو دوست clear all هتشمل كل التكستات دي، كل الملفات دي هتتمسح، خد بالك ومش هترجع تاني. تمام كده ايه كده الحمد لله.